حلقتنا اليوم: مصانع السيارات تفسخ عقودها مع الوكلاء بالجزائر. كشف الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش عن حدوث أزمة بين مصانع السيارات في مختلف دول العالم وبين وكلاء السيارات في الجزائر بسبب تماطل وزارة الصناعة في الإفراج عن الاعتمادات النهائية لاستيراد السيارات. وأكد نباش أن العديد من المصانع التابعة لعلامات كبرى فسخت عقودها مع وكلاء السيارات في الجزائر، وذلك بسبب ضبابية المشهد وإقدام وزارة الصناعة على تعديل دفتر الشروط للمرة الثالثة، وهذا ما اعتبرته هذه المصانع بمثابة التلاعب وغياب الجدية في التعاطي مع ملف السيارات في الجزائر. وتأسف نباش لتماطل وزارة الصناعة في الإفراج عن ملف السيارات الذي يراوح مكانه للعام الثاني على التوالي، ما تسبب في توتر العلاقة بين وكلاء السيارات ومختلف العلامات الكبرى التي سحبت الاعتماد والعقود عن ممثليها في الجزائر بسبب تعطل دفتر الشروط وتعديل الحكومة لشروط استيراد السيارات كل مرة، وهذا ما منع الوكلاء من طلب كميات محددة من السيارات من هذه المصانع بسبب عدم حصولها على اعتمادات الاستيراد النهائية. لا تنسى الصلاة على رسول الله في تعليق. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك ليصل إلى أكثر عدد من المشاهدين.